في 3 نقط هقول لك على اهم الحاجات اللي محدش هيقولها لك، واخر واحده هي اهم واحده. التدريب المسرحي هو رحله شيقه لتطوير قدراتك التعبيريه، وانك تستكشف من نفسك جوانب جديده. وعلشان خاطر تعرف ده لازم تعرف عده نقط. اولا، ازاي اصلا تزيد ثقتك بنفسك. لازم تبدا من دلوقتي تتدرب على انك تتغلب على الخوف والخجل امام الجمهور، لان ده بيعزز من ثقتك في نفسك اثناء الغناء الادائي او المسرحي. تاني حاجه هو تحسين التواصل الغير لفظي، وهو انك تركز جدا على لغه الجسد وتعبيرات الوجه وحركات العين، لان دي كلها عناصر اساسيه وفعاله جدا في توصيل المشاعر والافكار بشكل فعال. تالت حاجه واهم حاجه هي التعبير عن العواطف بكل عمق، وده بيتم عن طريق انك ممكن تقول جمل قصيره او طويله بس باكثر من شعور، وتركز. انا مثلا هقولها دلوقتي وانا غضبان، هقولها دلوقتي وانا زعلان، هقولها دلوقتي وانا فرحان، هقولها دلوقتي وانا متوتر، وهكذا. وتصور نفسك وتشوف، ومع الوقت هتلاقي تحسن رهيب جدا في ادائك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي في الكومنتات تحت، واعمل سيف للفيديو عشان ترجع له في اي وقت، وما تنساش تتابعني عشان يوصلك